فيلم الجوكر هو كاركتر ستادي لشخصيه جوكر اللي جايه لنا من عالم باتمان، واللي فضل محافظ على لقبه كاكتر فيلم ريتد ار جاب ايرادات في تاريخ السينما لفتره طويله. وبعد الجزء الثاني اللي كان مخيب للامال جدا زي ما قلت في فيديو قبل كده، قررت ان انا اعمل فيديو عن الفيلم ده علشان اوضح الفيلم ده كان فين وبقى فين. فاهلا بيكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم جوكر هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط، واجاوبكم على سؤال هو ليه نجح. فيلم الجوكر كان بيقدم لنا حاجه مختلفه تماما، هو ان السول بروتاجونست الخاص بالفيلم، البطل بتاعنا في الفيلم، شخصيه مش كويسه. وانا لما بقول شخصيه مش كويسه فانا مش قصدي ان هو بيعمل حاجات وحشه عشان يوصل لهدف اسمى، او ان هو ملياردير اناني ما بيهتمش بحد غير نفسه بيتعلم يبقى بني ادم افضل. لا، انا قصدي ان البطل بتاعنا شخصيه مش كويسه لدرجه ان هو ممكن يصنف كشرير بيرتكب جرائم بشعه. هو مش بس بيقتل الناس بدون اي رحمه، لا ده افعاله بتبتدي سايكل من الموت والتدمير اللي بتيتم ناس كتير منهم طفل صغير في زقاق خلفي. احلى حاجه بقى في اللي انا بقوله ده ان احنا كمشاهدين عمرنا ما قلبنا عليه، لا ده احنا كنا دايما في ظهره، لا وبندعمه في كل خطوه كان بياخدها. والسبب في كده هو ان الفيلم استخدم ناريتيف تريكس ذكيه جدا علشان تخلينا الى جانب ارثر لحد نهايه الفيلم. خدع من ناحيه مين اللي بيرتكب الافعال الشريره دي، ايه هي تصرفات الناس اللي بيرتكب فيها الافعال الشريره دي، وازاي الافعال الشريره دي بتتقدم لنا احنا وبنشوفها كمشاهدين. فتعالوا نشوف ايه هي خدع فيلم الجوكر دي اللي خدت شخصيه شريره وحولتها لبطل محبوب الناس هتفضل وراه وهتدعمه للنهايه. اول حاجه الفيلم ده عملها علشان نفضل دايما الى جانب الشخصيه بتاعتنا ارثر فليك هو الطريقه اللي تقدم لنا بيها في كتابه شخصيه. اكتر طريقه مؤثره علشان تخلي بيها البطل بتاعك محبوب بتبقى عن طريق كاركتر مومنت اسمها سيفنج ذا كات، اللي فيها بنخلي البطل بتاعنا يعمل حاجه يساعد بيها حد تاني فالمشاهدين يبقوا عايزين يدعموه. علشان كده بنشوف علاء الدين وهو بيدي الاكل اللي تعب في سرقته لطفلين صغيرين جعانين وبينقذ طفل صغير من تحت رجل الحصان. الفيلم ده بقى بيستخدم حاجه عكس كده تماما ولكنها مؤثره بنفس الطريقه، بل يمكن اكتر من الطريقه الاولى. الطريقه دي بقى اسمها كيكينج ذا دوج، واللي مش بس جايه من اسمها، لا ده هي دي الفيلم بتاعنا بيبتدي بيها بشكل حرفي. تعالوا نوريك قصدي. لما بنشوف العيال دي وهي بتسرق الساين من ارثر اللي هو الدوج بتاعنا وبدون اي سبب يوقعوه على الارض ويقعدوا يضربوا فيه، او بالمعنى اخر كيكينج ذا دوج، انت ما تقدرش تعمل حاجه غير انك تحس بالشفقه عليه. هو ما عملش اي حاجه عشان يستحق اللي بيحصل له ده، والشفقه والتعاطف دول هم اللي خلوك فورا تحبه ويتحول في لحظات لشخص انت محتاج تشوفه بينجح. لكن الفيلم بتاعنا ما بيقفش هنا، لا ده الحادثه دي بينتج عنها حاجات تانية برضه ما فيش فيها اي عدل ليه نهائي، زي ان المدير بتاعه بيتهمه انه سرق اللوحه. Guy said you disappeared. Never even returned his sign. Because I got jumped. Your sign. It's bullshit. It doesn't make sense. علشان في النهايه يطرد من شغله لان صاحبه شهد عليه. Take it. It's for you. You got to protect yourself out there. Not supposed to have a gun. No one has to know. Randall told me you tried to buy a 38 off him last week. You're fired. الفيرست اكت بالكامل مخصص لان هو يوريك ان ارثر فليك شخص حزين ما عندوش اي حاجه كويسه في حياته نهائي، شخص بيتعرض للظلم من كل الناس اللي حواليه اللي بيمثلهم العالم القاسي اللي هو عايش فيه. حادثه ورا الثانيه من مشكله سيئه لمشكله اسوأ لحد ما بنوصل لنقطه الترانزيشن للسكند اكت. ارثر بيرتكب الجريمه الاولى ليه. علشان نكون واضحين، المشهد اللي فيه ارثر بيقتل واحد من ظهره وهو بيحاول يهرب، النوع ده من الافعال الشريره هو اللي يخلي المشاهدين يقلبوا على الشخصيه، وهنا الفيلم بتاعنا كان هينهار بالكامل. لكن السبب ان ده ما حصلش هو ان بفضل الفيرست اكت اللي بالكامل عباره عن كيكينج ذا دوج، فالفعل ده ما يبانش كفعل شرير اكتر ما انه يبان كفعل مبرر. لما موظفين شركه وين بيوقعوه على الارض ويقعدوا يدوسوا عليه، هتكتشف
هنكتشف ان المشهد ده هو نسخة من المشهد اللي كان في اول الفيلم، واللي بشكل غير واعي مخك هيقولك ان الثلاثة دول هم ممثلين لنفس العالم القاسي اللي بيعامل ارثر بوحشية من البداية. علشان لما ارثر يسحب المسدس ويبتدي يضربهم بالنار، صدمتنا مش هتيجي من ان ايه ده انا مش مصدق ان هو ضرب الناس دي بالنار، لا دي هتيجي من اننا نقول هو ازاي اخد الوقت ده كله علشان يدافع عن نفسه. وهي دي اللحظة اللي احنا هنشوف فيها ارثر مش بيرتكب جريمة بشعة، لا ده هو بيدافع عن نفسه. اللي هو عمله مش صح بأي شكل من الأشكال، ولكن في نظر المشاهد اللي قاعد بيتفرج ده عادل، وبالنسبة للفيلم ده شيء كويس. كلب ماشي في الشارع عمال يعض في الناس اللي ماشيين والعيال الصغيرة هيبقى وحش لازم يتضرب بالنار، لكن كلب بيتضرب في الشارع بدون أي سبب عمال على بطال عشان في الآخر يبتدي يعض في الناس اللي بتضربه، ده شيء عادي، ده كلب عمل اللي المفروض ان هو يتعمل. وهو ده ارثر فليك في العالم القاسي اللي هو عايش فيه. الخدعة التانية في فيلم جوكر علشان نفضل دايما الى جانب بطل الفيلم بتاعنا ارثر فليك هو الحذر في تقديم الشخصيات اللي بيتعمل فيها الافعال الشريرة دي. اجمالا ارثر قتل 7 اشخاص في فيلم مدته ساعتين، واللي يعتبر بصراحة رقم كبير جدا يعني، لكن مع 6 من ال7 دول المشاهدين ما قلبوش على ارثر وهم بيشوفوه بيقتلهم بطريقة بشعة، هو انه خلى موت الناس دي مستحق بشكل كامل بطرق كتير. اول حاجه انه خلى الشخصيات دي 2 دايمنشنال، بس انت مش هتعرف اي حاجه مهمه عن حياتهم الشخصيه او العائلات اللي قد تكون عندهم او لا، اللي ممكن تخلينا نشوفهم كشخصيات عاديه عايشه معانا، احنا بس بنشوفهم كشخصيات خياليه بالشكل اللي بيتقدموا لنا بيه. عندنا 3 موظفين قلالات الادب وبس كده، في عندنا المهرج الاناني اللي بيتنمر على الناس وبس كده، عندنا ميري اللي هدفه الوحيد في الفيلم بالكامل انه يبقى مذيع في التلفزيون، وهي دي البيئة الوحيدة اللي بنشوفه فيها اساسا. احنا ما بنشوفش الشخصيات دي في البيت ولا في الشارع ولا في المطعم. الشخصية الوحيدة اللي ممكن نشوفها كشخص عادي في ال6 اللي قتلهم ارثر دول هو والدته، لكن حتى هنا استخدمنا كذا طريقة علشان نبرر الدنيا. اولا هي مش والدته الحقيقية، الى جانب ان هي مريضة نفسية، الى جانب انها كده كده هتموت لوحدها قريب، علشان كده قتلها هي والشخصيات التانية على الرغم من انها لحظات بتطور في شخصية ارثر، الموت ذات نفسه مش كبير بالدرجة الكافية عشان احنا كمشاهدين نقلب على ارثر. وهنا نيجي للطريقة التانية والاهم، هي الطريقة اللي كانت الشخصيات دي بتعامل بيها ارثر علشان تخلي اللي هو عمله فيهم شيء مستحق. موظفين شركة وين بيضربوا ارثر علشان بس هو مختلف فيستحقوا اللي حصل لهم. المهرج المتنمر بيدي ارثر مسدس علشان يتسبب في طرده من الشغل، هو طلبها لنفسه. ام ارثر اللي هي مش امه اهملته جدا وهو صغير لدرجه انه بيتضرب بشكل مستمر، لدرجه طورت حاله الضحك الهستيري اللي عنده. Your son was found tied to a radiator, malnourished with multiple bruises across his body and severe trauma to his head. هي استحقت اللي جاي. ميري بيتصرف في البدايه كانه شخص كويس علشان بعد كده نكتشف انه متنمر تاني موجود في مدينه جاثم، ما عندوش مشكله انه يتريق على اكبر حد من معجبيه علشان المشاهدات. فما فيش غير رد واحد بس على ده. انا ما بقولش ان المشاهدين موافقين على العقاب اللي ارثر اختار ان هو ينزله على الناس دي، لكن لما بيشوفوه بيتصرف كجادج جيري واكسكيوشنر فهم فاهمينه لدرجه تخلي الفعل ذات نفسه ما يقلبهمش عليه. بعد ما ارثر ضرب ميري بالنار في الاستوديو هو ما اتضيرش عشان يضرب المتفرجين او العمال الموجودين في الاستوديو. لما قتل المهرج المتنمر هو ما اتضيرش علشان يقتل صديقه القزم الصغير، لان ببساطه شديده الناس دي ما عملتلوش حاجه علشان يستحقوا ده، لكن ال6 اللي هو قتلهم هم كانوا يستحقوا ده. علشان كده تصرفات ارثر لو مش بالضروره صحيحه اخلاقيا ولكنها مش غلط برضه، علشان كده المشاهدين ما كانش عندهم مشكله ان هم يسمحوا بيه.
على الرغم من ان اللي قلته دلوقتي لحد دلوقتي بيبني ارثر كشخصيه محبوبه داخل الفيلم، ولكن كان في لحظه في الميد بوينت في فيلم جوكر كان المفروض تقلب المشاهدين على ارثر، وهي اللحظه اللي بيقتل فيها الشخص السابع اللي احنا ما اتكلمناش عنه لحد دلوقتي. وطبعا الجزء الثاني قال لنا ان هي ما ماتتش، ودي حاجه بتعصب لان هم بوظوا حاجه كانت كويسه في الجزء الاول، لكن احنا ايا كان وقتها ما كانش عندنا المعلومه دي، فعلشان كده احنا هنكمل على ان هي ماتت بالشكل اللي الفيلم قدمه لنا. السبب اللي يخلي قتل ارثر لجارته يقلب المشاهدين عليه هو ان العوامل اللي اتكلمنا عنها قبل كده كانت وزن العواقب، فسمحت للمشاهدين ان هم يلاقوا سبب يفضلوا بيه يشجعوا ارثر. حاجات زي ان كيكن ذا دوج وان الضحايا يستحقوا اللي حصل لهم، الحاجات دي ما بتنطبقش هنا. تعالوا نوريكم دي. في البدايه الفيلم بيبني ارثر كشخصيه حزينه، العالم اللي هو عايش فيه دايسه حرفيا، خلاه يعرف الحقيقه عن والدته المزيفه والعلاقات المزيفه بعائله وين، وانه فعلا نوبادي ملوش اي اهميه ولا مكان في العالم ده. لكن هنا بقى الجريمه ما تنفعش، لاننا ما قدمناش جارته على انها ممثله للعالم القاسي زي التانيين، هي مش الشخص اللي بيدوس وبيضرب الكلب، فعلشان كده ان ارثر يطلع غضبه عليها ملوش مبرر باي شكل. ثانيا وعلى الرغم من ان علاقته بيها طلعت مزيفه في النهايه، فاحنا نعرف عنها حاجات كتير تخلينا نشوفها اكتر من شخصيه تو دايمنشنال موجوده في عالم الفيلم. احنا عارفين انها بتعاني في الحياه زيها زي ارثر، احنا عارفين ان في عندها بنت صغيره بناخد بالها منها. انا ما بقولش ان عندها اقوى سبورتنج رول في التاريخ، لكن انا بقول ان احنا نعرف عنها حاجات تخلينا نشوفها كبني ادم. ثالثا على عكس الشخصيات الست التانيين، هي ما عملتش اي حاجه تستحق اللي ارثر عمله فيه، ما اعتدتش على ارثر او اساءت ليه باي شكل من الاشكال، بالعكس تماما، دي كانت دايما لطيفه معاه على الرغم ان ما عندهاش اي سبب يخليها تعمل ده. دي حتى كانت لطيفه معاه لما اكتشفت انه اقتحم شقتها. السؤال اللي لازم نسأله دلوقتي، لو الأسباب اللي كانت موجودة قبل كده اللي خلتنا نفضل مع أرثر على الرغم من إن إحنا بنشوفه بيقتل بني آدمين مش موجودة هنا، فإحنا ليه ما قلبناش عليه لما قتله؟ ببساطة شديدة لأن الفيلم ما أظهرش ده. الفيلم لو كان ورانا ارثر وهو بيفجر دماغ جارته زي ما عمل مع الستة التانيين، الفيلم كان هينهار في لحظتها. لكن كل اللي شفناه هو ان ارثر بيحصل له بريك داون في شقة جارته، بعد كده يروح شقته ويعيط من اللي حصل دلوقتي. وعلى الرغم انك ممكن تقول ان ارثر ما عملش حاجة لجارته، حقيقة اننا شفناه وهو بيعيط مع انوار البوليس وهي معدية وراه، فده يعتبر اسقاط واضح زي ما اي اسقاط في السينما ممكن يكون واضح. لكن بما اننا شفنا اللي حصل مع الضحايا الست التانيين بعينينا، وبما ان اللي حصل مع الضحيه دي اتقال لنا ما شفناهوش، فالجريمه ما كانتش بتحمل نفس الوزن التدمير. احنا فاهمين ايه اللي ارثر عمله وغير فيه ايه هو كشخصيه، لكن بما اننا ما شفناش ده فما فيش حاجات كفايه ممكن تخلينا نقلب على ارثر، لان هو ببساطه شديده ممكن يكون ما عملش حاجه. نفس الشيء بالنسبه لاب وام بروس وين. ميك نو ميستيك اباوت ات، ارثر مسؤول عن اللي حصل لهم، لان اللي حصل لهم ده نتيجه حتميه لافعال ارثر. Hey Wayne, you get what you fucking deserve. احنا كلنا ممكن نعدي المشهد ده عادي لان كلنا عارفين اللحظة دي عملت ايه في بروس وين، لكن للمرة التانية لان ارثر مش هو اللي سحب الزناد، لاننا ما بنشوفش ارثر وهو بيقتل الاب والام، فاحنا لسه مش عارفين نقلب عليه. لان زي ما اي كاتب سيناريو عارف الشوينج اقوى من التيلينج، لكن زي ما فيلم جوكر بيورينا التيلينج احيانا ممكن يستخدم بشكل كويس، لان هي دي كتابه السيناريو الكويس. وهو ده فيلم جوكر، تحفه سينمائيه بكل معاييرها. الفيلم ده ترشح ل 247 جايزه في موسم الجوائز، كسب منها 121، اهمهم الاوسكار لافضل ممثل لخواكين فينيكس. علشان كده الجزء الثاني ده انا ناوي امسحه من ذاكرتي ومش هرجع له تاني. فلو انت بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب ما تنساش تعمل له لايك، ولو عجبك وعايز تشوف زيه في منه على القناه ممكن تبقى تتفرج عليه، وفي حاجات ثانيه برضه. وانت هناك بالمره بقى اعمل سبسكرايب. اما بقى لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده، ما تنساش تبقى تاخد بالك من النصايح دي علشان الشرير في فيلمك يبقى محبوب.